السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. طب السلام عليكم ورحمة الله. افتح لجدك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد. ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بس قبل اي حاجة كده ان شاء الله نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ننزل كده نصلي على النبي في الكومنتات ونعمل ايه النهارده. هنعمل ايه النهارده؟ لازم نكمل سلسله اكلات الشتاء العظيمه. اكلات الشتاء ايه العظيمه. هنعمل ايه بقى النهارده معاكم؟ هنعمل شعريه باللبن. تعالوا مش هنتكلم كتير، تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. يلا الحمد لله. بصوا بقى هنبتدي ننزل بقى ايه بالخطوات. معلقه سمنه كبيره كده حلوه، ما نستخسرش. اهم حاجه في الاكله دي ان احنا ما نستخسرش. وهننزل عليهم بالشعريه. الشعريه بتاعتنا ونحمرها كويس قوي في السمنه. هعلي النار شويه عشان تحمر السمنه. زي ما قلت لكم كده ما نستخسرش في الشعريه بتاعتنا خالص. معلقه سمنه كبيره وننزل قولوا بكوبايه شعريه. تمام. وهنقلب كده تقليب مستمر. على ما تحمر او تاخد لون معانا هكون بجيب اسيبها تحمر او تاخد لون في السمنه البلدي. ان شاء الله ريحه السمنه طلعت. عايزه اقول لكم شمين الريحه، بس للاسف مش هتشموا الريحه اللي انا شماها. انا اللي شماها بس. هنسيب الشعريه تاخد لون ونكون مجهزين معانا نص كوبايه ميه اللي هو مج الشاي العادي. هنحطه على الشعريه اول ما تاخد لون. اهو بدات تاخد اللون، بس لسه طبعا هنسيبها تغمق شويه، مش ده اللون المطلوب يعني. شويه شعريه باللبن يا ولادي، يا لهوي عظمه. في قلبك يا اختي، في قلبك. قلب فيصل يا النهارده شعريه. اهو خلاص اللون بدات تاخده. الشعريه يا جماعه والحاجات اللي هي المكرونات والحاجات دي عامه بتاخد لون بسرعه في الزيت. وتخيلوا بقى في سمنه وريحه السمنه عامله ازاي دلوقتي معانا. الاكله دي دسمه وكلها مواد غذائيه كده وكامله الفيتامينات، ان كان بالشعريه او بالسمنه البلدي او بالعلبه القشطه اللي هنحطها. هي شعريه وقشطه وسمنه بلدي ولبن. لا لا لا، مكونات كلها دسمه. خلاص خدت اللون. هنهدي النار كده تغلوه كده في الميه. هننزل كده في حدود معلقه سكر. هندوبه الاول كويس السكر عشان يتكرمل مع الشعريه. وهننزل بعد كده باللبن. ادي علبه القشطه. برضو عندي كريمه الطهي. لازم دي اساسي بقى. دي بتنقلها زي ما بيقولوا في حته تانية. بس كده. وقولوا لي بقى ايه الجمال ده يا امل، ايه الجمال ده. هنسيبها بقى الشعريه تغلى كويس قوي وتستوي. وهنجهز الاطباق اللي هنغرفها فيها وبالف هنا وعافيه لكل اللي هياكل منها ان شاء الله. تستوي. كان عندي كيس من المكسرات ده شويه صغيرين كده فيه، فهرقها كده اكسره شويه عشان نظبط الطبق بتاعنا. عايزه اقول لكم بقى ان كده خلاص الشعريه بتاعتي استوت.
بصوا بقى الجمال، بصوا جمالها في الحله بس عامله ازاي، حكايه. احلى طبق شعريه باللبن، غذاء كامل الدسم ما شاء الله، تحفه. الطبق بتاعنا الجامد ده يبرد شويه ونغرف في الطبق وندوق مع بعض احلى طبق انا عايزاكم تجربوه والله العظيم، تحفه 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 بجد من حلاوته. بحب اشكر نفسي كده، اشكر نفسي من الجمال والعظمه اللي انا بعملها. بصوا بقى هنغرف احلى طبق شعريه باللبن. بصوا بصوا واو. استنوا نمسح طبقنا ده ونيجي تاني نقول واو تاني. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الشعريه عامله ازاي عن قريب، والله ما عارفه اقول لكم ايه. بصوا بصوا تحفه ازاي، حلوه قوي. عايزاكم تجربوها وتحطوا لايكات كتير على الفيديو ده. بصوا بقى هنزينها بشويه مكسرات. ممكن تشوفوا بقى الجمال، هي سخنه. الفيديو ده لو عجبكم عايزه منكم فيه لايكات كتير وشير وكومنتات قد الدنيا، وعايزاكم تجربوا الوصفه دي بجد هتعجبكم جدا. ولو عايزيني اكمل في سلسله فيديوهات الشتاء واكلات الشتاء السريعه قولوا لي في الكومنتات وانا هكمل لكم فيها ان شاء الله، وكل يوم ننزل لكم بحاجه جديده كده. يلا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.